السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد في تعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة على قناتكم أيمن سبانيش. إذا كنت ترغب في التحدث باللغة الإسبانية وبطلاقة فأدعوك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر لايك، فهذا يشجعنا لإعطاء المزيد من الدروس. حتى لا أطل عليكم أصدقائي، لنبدأ هذا الدرس على بركة الله. تذكرون معي الوقت، كيف نقول الوقت باللغة الإسبانية؟ الوقت، فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسنت، نقول el tiempo. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، el tiempo، وتعني الوقت. نقول el tiempo. ركز معي عزيزي المشاهد، إذا أردت أن أقول مثلا العام، فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعاليق. العام أو السنة باللغة الإسبانية هو el año. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، el año. فهذه الكلمات تستعمل كثيرا في اللغة الإسبانية، وعليك عزيزي المشاهد حفظها. تذكرون معي أصدقائي كيف أقول الآن؟ الآن نقول أصدقائي باللغة الإسبانية ahora. ردد معي بصوت مرتفع، ahora، وتعني الآن. كما ذكرت فهذه الكلمات تستعمل كثيرا في اللغة الإسبانية، ahora وتعني الآن. إذا أردت أن أقول أصدقائي مثلا كل وقت، نقول بالإسبانية todo el tiempo. ردد معي بصوت مرتفع، todo el tiempo، وتعني كل الوقت. نقول بالإسبانية todo el tiempo. ولا تبخلوا علينا أصدقائي بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو حتى نتمكن من نشر المزيد من الدروس. تذكرون معي أصدقائي كلمة أنا أستريح، أن أستريح، وليست أنا أستريح، أن أستريح، وهي descansar، وهو فعل مهم في اللغة الإسبانية ويستعمل بكثرة. أن أستريح تعني باللغة الإسبانية descansar. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، descansar. تذكرون معي كلمة أصدقائي الصحون، لقد رأيناها في الدروس السابقة. الصحون نقول باللغة الإسبانية أصدقائي los platos. ردد معي بصوت مرتفع، los platos. los platos وتعني الصحون، los platos. وإذا أردت أن أقول أصدقائي أن أغسل، فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسنت، وهو فعل لابار. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، لابار، وهو فعل غسل يغسل. أن أغسل، لابار. ردد معي بصوت مرتفع، لابار، هو من الأفعال الأكثر استعمالا كذلك في اللغة الإسبانية. إذا أردت أن أقول أصدقائي هذه الجملة، أنا سأغسل الصحون، أنا سأغسل الصحون، فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسنت، نقول yo lavaré los platos، أو
lavaré los platos. ولا نكتب يو أو جو. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد. Yo lavaré los platos. أو lavaré los platos، وتعني عزيزي المشاهد أنا سأغسل الصحون. تذكرون معي أصدقائي كلمة الحلوى. نقول باللغة الإسبانية عزيزي المشاهد هي el postre. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد. el postre وتعني الحلوى. ردد معي بصوت مرتفع. el postre ومعناها هو الحلوى. إذا ركز معي عزيزي المشاهد. إذا أردت أن أقول هذه الجملة مثلا لقد تناولنا الحلوى للتو، فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسنت عزيزي المشاهد. نقول acabamos de comer el postre. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد حتى تتمكن من حفظ هذه الكلمات والجمل التي تستعمل كثيرا في اللغة الإسبانية. acabamos de comer el postre. ردد معي بصوت مرتفع. acabamos de comer el postre. acabamos de comer el postre ومعناها لقد تناولنا الحلوى للتو. تذكرون معي أصدقائي كلمة يمكنك. يمكنك نقول باللغة الإسبانية أصدقائي هي puedes وتعني يمكنك. نقول بالإسبانية puedes. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد حتى تتمكن من حفظ هذه الكلمة puedes، وهي تستعمل كثيرا في اللغة الإسبانية وتعني يمكنك. وإذا أردت أن أقول عبارة مثلا أن أمر بالإسبانية هي pasar. ردد معي بصوت مرتفع. pasar. ردد عزيزي المشاهد بصوت مرتفع. pasar وهو فعل المرور. أن أمر نقول بالإسبانية pasar. إلى هنا أصدقائي يكون قد انتهى الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتمكن من مشاهدة الدروس القادمة إن شاء الله، والضغط على زر لايك. يا hasta luego.